ومن بين نذهب وصولا إلى شركة نفط الكويت الأحمدي، والتي تعتبر عاصمة النفط بدولة الكويت. هي المدينة التاريخية التي شهدت ظهور الخير. ومن قلب مدينة الأحمدي تقع منطقة الملاعب الرملية التي كان يقام عليها فعاليات يوم الأحمد الرياضي السنوي، الذي ترعاه شركة نفط الكويت منذ عام 1962، حيث أهلت شركة نفط الكويت على أن تغير اسم ورسم هذه الأرض، فقامت بتطوير وإعادة بناء هذه المنطقة بالكامل على أحدث التصاميم، والتي تناسب جميع فئات المجتمع الكويتي وغير الكويتي. وتم تحويل الملاعب الرملية إلى منتزه الأحمد الرياضي الترفيهي الاجتماعي. طبعا في المستقبل تكون بس بتحقق نتائج، وفي البريك وقت الماتش في بداية الماتشات ممكن نعمل شركة نفط الكويت كعادتها رائدة في مجال العمل الاجتماعي والرياضي، حيث أن الشركة كانت وما زالت ترعى الأنشطة الرياضية والترفيهية. مبنى خدمات المجتمع، وتبلغ مساحته حوالي 770 متراً مربعاً، من خلاله يتم إدارة منتزه الأحمدي، حيث يحتوي على غرفة اجتماعات رئيسية وغرفة التحكم المركزية، والتي تعمل بنظام الBMS الذي يتم من خلاله مراقبة جميع الماكينات وأجهزة التكييف، وكذلك يتم التحكم في شاشات العرض LED وجميع كاميرات المراقبة المنتشرة في شتى أرجاء المنتزه. لذلك حرصت الشركة على تطوير الملاعب الرملية التي تقع في قلب مدينة الأحمدي وتحويلها إلى مكان اجتماعي ترفيهي رياضي لخدمة سكان مدينة الأحمدي ودولة الكويت بشكل عام. يتكون المشروع من عدة ملاعب رياضية وملاعب أطفال وعدة مباني إدارية واجتماعية لخدمة زوار المنتزه. كما وفرت KOC عدة ملاعب أولمبية، منها ملعب لكرة القدم، ملعب للهوكي، وملعب آخر للعبة الرجبي. لقد تم بناء هذه الملاعب لراحة الفرق الرياضية والمشجعين، فقد تم إنشاء مدرجات للمشجعين تسع حوالي 1000 مشجع لكل ملعب من الملاعب الثلاث. وأسفل هذه المدرجات غرف خاصة لتبديل ملابس الفرق والحكام، بما في ذلك توفير الشاور، وكذلك غرف للتخزين. كما تم تزويد الملاعب بلوحات رقمية LED بقياس 4 متر في 7 متر ليلي ونهاري. وتم تزويد الملاعب بأعمدة إنارة خاصة بالملاعب بارتفاع 32 متراً. ولمحبي لعبة البيسبول تم إنشاء ملعب أولمبي خاص بهم للاستمتاع بهذه اللعبة، وكذلك لمحبي لعبة الكريكت، فقد تم تحديث ملعب الكريكت إلى المقاس الأولمبي مع تزويد الملعبين بشاشات عرض LED لعرض النتائج، وهي منارة بإضاءات خاصة لهم كي يتمكن محبو هذه الألعاب من اللعب ليلاً. ولقد تعددت منطقة الملاعب لتشمل أيضاً ملعبين لكرة السلة، وملعبين للكرة الطائرة، وملعبين لكرة القدم سوكر. كما وفرت منطقة لمن يرغب بالتدريب على لعبة الكريكت. ولم ينسى المنتزه أيضاً متعة الطفل وراحة أبويه، فقد وفرت أيضاً 4 مناطق لألعاب الأطفال بمختلف الأعمار. وتم بناء هذه الملاعب بجودة عالية وبأمان كامل كي يمرح الطفل دون الحاجة لمراقبة والديه. ويشتمل المنتزه أيضاً منطقة خاصة لهواية التزلج، فتم إنشاء هذه المنطقة بشكل آمن لممارسة هذه اللعبة،
وتم وضع شروط واضحة بقيود الأمن والسلامة. وأخيراً، لكل من هو مهتم بلعبة الجولف، تم إنشاء ملعب الميني جولف 9 هولز مع تزويده بالإضاءات اللازمة لممارسة هذه الهواية نهاراً وليلاً. وتم إنشاء مبنى المطاعم الذي يتكون من دورين بمساحة كلية تبلغ 2600 متر مربع، حيث يشمل الدور الأرضي منه على عدد 7 مطاعم، بالإضافة إلى أماكن جلوس خاصة بهذه المطاعم. ويشمل الدور الأول منه على صالتين منفصلتين تصلح لجميع المناسبات، وتسع كل منها 250 إلى 350 شخص حسب الغرض من الاستخدام. أما الكافيتيريا فتبلغ إجمالي مساحتها حوالي 500 متر مربع، وهي ذات تصميم دائري مميز، كما يحيط بها من الخارج أماكن خاصة بالجلوس. وعلى أعلى موقع في المنتزه تقع ديوانية شركة نفط الكويت، وتبلغ إجمالي مساحتها حوالي 500 متر مربع، وتشمل قاعة الديوانية الرئيسية التي من خلالها يمكن مشاهدة المنتزه بشكل بانورامي، بالإضافة إلى قاعة الاستقبال الملحقة بها. أما مسجد المنتزه فمساحته حوالي 560 متراً مربعاً. تمت مراعاة جميع سبل الراحة في تصميمه للمصلين، ويسع إلى حوالي 450 مصل للرجال و50 للسيدات، ويشمل أيضاً غرفة خاصة للمؤذن وأماكن للوضوء. تم توفير ممشى بعرض 8 أمتار يغطي كافة مناطق المنتزه لممارسة رياضة المشي والتريض والرول سكي. كما تم توفير جميع الخدمات اللازمة لرواد المنتزه من مواقف سيارات تبلغ 500 سيارة ودورات مياه عمومية. كما أنشئ محطتي كهرباء بسعة 2 ميجا واط لكل محطة، بالإضافة إلى محطة مضخات مركزية ومحطة تبريد للمياه. ولإضافة لمسة جمالية للمنتزه، تم إنشاء منطقة النافورات، وتحتوي على 32 ووتر جيت بإضاءة ملونة جميلة، وتصاحبها موسيقى هادئة ورائعة بنفس الوقت. وتضخ هذه النافورات المياه إلى ارتفاع حوالي 3 أمتار لتضيء جمال هذا المنتزه ليلاً. بعد عقد عدة اجتماعات مع اللجان الرياضية والقائمين على إدارة الملاعب الرملية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم السابقة أثناء إدارة مهرجانات الرياضية الأحمدي، تم الوقوف على عناصر المشروع المختلفة، ومن ثم تم دراسة قطعة الأرض مشروع بالكامل الذي تصل مساحتها إلى 166 ألف متر مربع، للوقوف على طبيعة الأرض وجغرافيتها، حيث تم الاستفادة من فرق مناسيب الأرض الذي يصل إلى 9 أمتار في تصميم البنية التحتية، وكذلك تحديد مواقع عناصر المشروع المختلفة. هذا وقد رؤي أثناء تصميم عناصر المشروع من مباني وملاعب وبنية تحتية مفاهيم الاستدامة لتوفير الطاقة، ويظهر ذلك جلياً في تدوير مياه ري الملاعب لاستخدامها مرة أخرى في أعمال الري، وكذلك تحديد واختيار عناصر الإضاءة في المشروع لتكون موفرة للطاقة مع استخدام الخلايا الكهروضوئية. كما أن أنظمة التكييف الموجودة في منتزه الأحمدي تعتمد على نظام التبريد بالمياه تشيلد ووتر. إن 1.5 مليون ساعة عمل هي مدة تنفيذ المشروع، ترجع إلى التطبيق الدقيق لمفاهيم واشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، وكذلك الدورات الإرشادية والتوعية للعاملين بهذا المشروع. هذا المنتزه
يجمع الرواد من جميع الأعمار والفئات ليظل علامة مميزة بمدينة الأحمدي ودولة الكويت. إنها شركة نفط الكويت الرائدة بالعمل الاجتماعي والرياضي والترفيهي في سبيل رفعة دولة الكويت.